بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهارده كيكة الحليب الساخن بالبرتقال من غير برتقال، اطرى واهش والذ كيكة اسفنجية عملتها في حياتي. هتلغوا بعدها كل وصفات الكيكة. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض، سهلة وبسيطة جدا. انا هنا مرضتش بقى استعمل ولا خلاط ولا اي حاجة، قلت ايه هضرب بقى كله كده ايه بالمضرب. حطيت 4 بيضات وعليهم 1.5 كوباية من السكر ونص كوباية زيت. هقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي كده. انا والبنات يعني قعدنا بقى نقلب كله يقلب كده. ممكن تعملي الحركة دي في الخلاط تضربيها مرة واحدة وخلاص، احنا هنقعد نضرب لغاية اما اللون يبقى فاتح. تمام. هناخد وقت في الخطوة دي بس بعد كده تمام. زي ما قلتلك ممكن تضربيها في الخلاط او ممكن تضربيها بالمضرب، اضربيها في الطريقة اللي انت عاوزاها، بس انا قلت ايه اختصر كده وما طلعش الخلاط والحاجات دي. المهم بعد ما نضربها بقى كده واللون بتاعها يبقى فاتح، هبدأ انخل عليها بقى ايه 2 كوباية من الدقيق، 2 كوباية كده من الدقيق ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر ورشة ملح، كله كده مع بعض وقوم داخلاهم ايه فوق المكونات اللي احنا عملناها. باركولي بقى على المنخل الجديد ده بس، ورشة ملح. هبدأ بقى اقلب المكونات دي كده مع بعض تقليبه كده كويسة. الخليط هيبقى ايه طبعا تقيل لان طبعا احنا لسه محطناش السوائل. شايفين القوام تقيل ازاي. نبدأ بقى نشوف هنحط بقى سوائل ايه. هجيب بقى كسرولة كده بره، كله لازم يشارك في بتاع التقليب. المهم هجيب بقى كسرولة كده خارجية واقوم حاطة فيها 1 كوباية من اللبن، وهحط فيها 6 معالق زبدة او 6 قطع زبدة. طبعا الزبدة طبعا بتعزز النكهة، بتخلي المسام بتاعتها ضيقة، بتخليها طرية كده يعني. طبعا الريحة بقى مقولكوش. نبدأ بقى احط ايه بقى، هبدأ احط باكت فانيليا برتقال، ده بديل البرتقال اللي في الفيديو، يعني كيكة برتقال من غير برتقال. ريحته بقى تحفة، ريحته بجد تحفة، قلبت البيت حاجة كده جميلة. حطيت قد ايه، حطيت 3 منه لان عجبني كده وريحته بقى جميلة. وهحطها على النار واسيبها بقى ان هي ايه تغلي خالص، يعني يغلي مش لو يسخن بس، لا يغلي كده. وبعدين بعد ما يغلي اقوم راح احطها على المكونات اللي احنا عملناها اللي هي ايه اللي هي التقيلة دي. حطيته على طول وهو سخن كده وبيغلي، وهبدأ اقلب بقى بسرعة بسرعة وبالراحة في نفس الوقت. بعد كده ظبطي بقى القوام، لقيتيه تقيل ممكن تزودي معلقة لبن، لقيتيه خفيف زودي معلقة دقيق، وهكذا زي ما احنا ايه متعودين. جبت بقى اللي هو القالب ده جديد برضو، باركولي عليه الحمد لله. بنسيب برضو مسافة منه كده فوق عشان الارتفاع، وعملته بالخلة كده في النص لان طبعا ايه اللي هو القالب ده صعب في السوا شوية، فالخلة دي تخلي ايه تسرع السوا شوية. طبعا الخليط كان كتير عليه، لسه بدي عملتلهم في الورق اللي هو بتاع الكب كيك ده. هندخله بقى في فرن سخن على درجة حرارة 175 ولغاية اما تستوي، يعني مثلا قدامك مثلا 25 دقيقة. شوفي الكب كيك ده بيخلص بسرعة، تقريبا 20 دقيقة وكان استوى. قمت مطلعاه الأول وسبت الصينية بقى جوه تستوي براحتها، اخدت تقريبا حوالي 35 المهم انتي تختبريها من النص لغاية اما تستوي وتطلعيها بس. وألف هنا على قلبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي آخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.